صفا يا صفا اليوم كتير كان في صراحة بالسفرة في ملاحظات، يعني ملاحظات ما بيخلصوا. فأنا على خاطر عملتي الكسكسي المغربي التونسي، مو المغربي التونسي، ودوقتينا اياه وتعبتي فيه. أنا رح أعطيكي هاي العلامة اللي بشوفها مناسبة. توا باش نعطي النوت على لي غوبا اللي عملتهم صافي. بالنسبة للونتري السلطة كانت ناقصة زيت زيتونة. بالنسبة للبلا برانسيبال الكسكسي كان ناقص خضرة. الديسير كان بسيط والخبز كان شايح. توا باش نعطي النوت. اتمنيت النهارده صفاء تعمل حاجة حلوة، كان نفسي اديها سكور اعلى عشان ما يكونش او تاخد فكرة ان انا متحيزة ضدها. بس والله وبكل امانة وبكل مصداقية ده الرقم اللي تستحقه اطباق صفاء النهارده، ولو اديتها رقم اكتر يبقى بظلم غيرها. مرحبا مرة ثانية. طبعا كان السفرة كلش ممتعة بأجواءها، يعني مو بالأكل. ف يعني صراحة صار بيها مزح وصار بيها ضحك وصار بيها كل الأمور. بس لو نيجي على الأكل، أنا بالنسبة إلي ولا شغلة عجبتني، ولا شغلة. الأول شي سلطة كان جدا جدا طبيعي وجدا عادية يعني. اما نجي على الكسكسي، كسكسي انا ماكل كسكسي مغربي، بس مو هيك يعني. شلون ما يكون لازم يكون شويه فيها مثلا، هذا احنا نقول له مرق. هو كان ناشف جدا جدا جدا، فما عجبني ابدا. واول لقمه اذا شفتوني شلون اكلته وكان رده فعلي، بس ما اعرف اذا الكاميرا ماخذني او لا. ف وبعدها جابت الحلو. الحلو اصلا يعني ما أعرف عليه، جدا جدا بسيطة وجدا جدا عادية. أو أنا انطيت مثال كأنه أنا مشتري علبة عسل، ودا أخلي الخبزة بالعسل ودا أكل بس على مود أشبع بطني. مرات يكون هيك نسوي هاي الأمور، فهي تستاهل برأيي. بتشكركم كلكم. نحن دقنا وجربنا الأكل وأنتم حطيتوا أصواتكم، وهلأ نحن جينا للحظة الأهم، واللي هي رأي الشيف بسفرة اللي عملتها صفا، اللي هي كانت فرصتها الثانية، واللي هي كانت آخر فرصة لإلك تثبتي وجودك بالبرنامج. حقلك شو بيقلك الشيف؟ كنت متوقع منك شيء أحسن بكتير. السلطة كانت كتير بسيطة، حتى ما كان فيها صوص، وكمان نسيت تحطي تونة. الكسكس مع الدجاج كانوا مستويين منيح وطعمتهم طيبة، بس كانوا ناشفين كتير. أما الحلو فهيدا منه حلو، هيدا خبز، ما بيصير هيك حلو على سفرة الضيافة. وعم بعطيكي 5/10. توقعتها دجاج قتله. تمام. وهيك بيكون الشيف خبرها لصفا بعالمته، ونحن ناطرين بالحلقة اللي جاية مين اللي رح يفوت على المطبخ. باقي بس مشتركين قبل ما نعلن عن الفايز النهائي بالبرايم الثاني لبرنامجنا. خليكن معنا، خلونا نشوف شو رح يصير أكل وأحداث بالحلقات اللي جاية.